ياه! الجملة دي بتلمس حتّة حسّاسة أوي عند ناس كتير مننا، الإحساس ده إنّك تدّي كل الحلو اللي جواك وفجأة تلاقي اللي قدّامك قلب تاني خالص، الإحساس بالخذلان. هنتكلّم النهارده عن الشعور ده، والأهم من كده إزاي نلاقي الطمأنينة في فكرة إن ما فيش أي خير بتعمله بيضيع عند ربنا. الرحلة دي رحلة الوجع والأمل، تقريبا كلنا بنمر بيها. بتبدأ بخيبة أمل ووجع قلب، بس صدقني النهاية مش لازم تكون كده خالص. النهاية ممكن تكون قوة ويقين، يقين في عدل ربنا وفي العوض اللي مستنينا. الحكاية دايما ليها نفس البداية تقريبا، بقلب مفتوح على الآخر. بتقدم كل حاجة تقدر عليها لناس بتحبهم بجد، بتديهم من وقتك من روحك من غير ما تفكر حتى في مقابل. ومش أي خوف، لأ، ده خوف حقيقي طالع من القلب. بتلاقي نفسك بتشيل همهم أكتر ما بتشيل هم نفسك، راحتهم بتبقى أهم من راحتك، ومجرد إنهم يكونوا كويسين ده بيبقى كل هدفك. الموضوع مش بس إنك بتفرح لهم، لأ، ده فرحهم بيتحول يبقى هو فرحك أنت شخصياً. لما ينجحوا في حاجة بتحس كأنك أنت اللي نجحت. ضحكتهم كده ليها قدرة غريبة إنها تنور يومك كله. وكتير قوي بتلاقي نفسك بتيجي على نفسك جامد، مستعد تعمل أي حاجة، أي حاجة في الدنيا عشان بس تشوفهم مرتاحين ومبسوطين. والتعب ده كله بيهون تماماً قصاد ضحكة منهم، لحد ما بتيجي اللحظة دي، اللحظة اللي بتقلب كل حاجة، لحظة الصدمة، لما كل الحب والعطاء ده بيترد عليه برود، أو يمكن أسوأ من كده بكتير، بوجع. وهنا بقى بيجي الوجع اللي بجد، في اللحظة اللي بتكون فيها في أضعف حالاتك ومستني منهم مجرد سند أو طبطبة، بتتفاجئ بالهجوم. بتحس إن كل اللي عملته اترمى في الهواء، وإن الناس اللي كنت فاكرهم ظهرك هم أول ناس بيستغلوا ضعفك عشان يوجعوك أكتر. والسؤال ده بياكل في دماغ الواحد، أنا ليه بيحصل لي كده؟ طب كل اللي عملته ده راح فين؟ معقول نسوا كل حاجة بالسهولة دي؟ إحساس الظلم بيبقى صعب قوي، صعب بجد. بس استنى، وسط كل الوجع والحيرة والأسئلة دي لازم ناخد بالنا إن في عين تانية كانت شايفة كل حاجة من منظور مختلف تماماً، منظور إلهي محدش فينا بيقدر يشوفه. وهنا الصورة بتبتدي توضح. يمكن هم فعلا ما شافوش، أو يمكن شافوا ما قدروش، يمكن اعتبروا كل خير بتعمله ده حق مكتسب. بس ده مش مهم، الأهم إن في اللي كان شايف. ربنا كان شايف كل نية صافية وكل إحساس صادق طلع من قلبك عشانهم. والجملة دي هي اللي المفروض تطمن أي قلب موجوع. دي حقيقة مطلقة بتريح بجد. كل دمعة، كل سهرة قضيتها قلقان على حد، كل خير عملته في السر، كل ده متسجل ومحفوظ عند اللي عمره ما بينسى. طيب، لو مفيش أي خير بيضيع، يبقى ده معناه إيه؟ معناه إنه لازم يكون في عوض. وهنا بقى بننتقل من مرحلة الوجع لمرحلة الأمل. الأمل في وعد ربنا. ركز قوي في النقطة دي، العوض مش لازم أبداً يجي من نفس الشخص اللي خذلك. ربنا سبحانه وتعالى بيحوش لك الخير ده، وفي التوقيت المثالي بتاعه بيبعت لك ناس تانية خالص، ناس تقدرك بجد وتحبك بجد، ناس تكون هي دي العوض الجميل عن كل اللي فات. عشان كده الخلاصة كلها في الكلمتين دول: ما تندمش أبداً على أي خير عملته، لأنك في الحقيقة ما كنتش بتعمله ليهم، أنت كنت بتعمله لربنا، والأجر محفوظ عنده وهيرجع لك في الوقت الصح، ويمكن أضعاف مضاعفة كمان. وفي الآخر خالص، بعد ما القلب بيفهم كل ده ويبتدي يهدى ويطمن، مش بيفضل قدامنا غير أحسن حاجة ممكن نعملها: التسليم. إننا نسلم الأمر كله لربنا ونطلب منه هو القوة. الدعاء ده هو اعتراف كامل بضعفنا البشري ولجوء للقوة الحقيقية اللي عمرها ما بتخذل. ده تذكير لينا كلنا إنه مهما الناس وجعتنا، الملجأ والسند الحقيقي هو ربنا وبس. ومن اللحظة دي بالذات، من لحظة التسليم دي، بتبدأ مرحلة جديدة خالص، مرحلة القوة واليقين الحقيقي.